عايزك تشوف الفيديو ده. لو اسم سيدنا النبي غالي عليك صلي على سيدنا النبي وتعالى اسمع كلمتين من اخوك. هنا حاش عنهم الصخره وحاش عنهم اذى، ففكروا ان هو وحش ففضلوا يضربوا فيه. ساب الصخره، خلصت عليه. زي بعض الناس ممكن تلاقي حد في حياتك والله العظيم شايلك من على الارض شيل وانت مش عارف قيمته وتعامله اسوأ معامله. جاني كام شكوى مش مره ولا اتنين، كام واحد من ضمن واحد ربنا يبارك فيه يقول يا شيخ انا بر امي جدا واللي نفسها فيه بعمله لها، انا مسافر في السعوديه او في دوله تانية ومش مقصر فيها وبتعاملني رغم ذلك معامله سيئه جدا. وليا اخ تاني اخويا يعني مش مظبوط او بيعاملهم يعني وبيحبوه حبا جما، بتموت فيه تموت في التراب اللي بيمشي عليه، مش نافعهم بمعنى اصح، لكن انا بنفعهم وببعت لهم ومهيصهم واللي نفسها فيه، رغم ذلك مش لاقي كلمه حلوه. فلما جيت قلت له هو ربنا مش كرمك، ربنا مش راضي يعني مش فاتح عليك بالمال؟ قال اه. قلت ربنا هيبارك في اولادك وبارك في زوجتك وبارك وهيوسع عليك وهيرضيك. طب انا اعمل ايه؟ اقطعها؟ قلت لا، استحاله تعمل كده، استحاله. لازم يكون فيه بر، حتى لو هي قالت لك انا مش عايزه حاجه ابعت لها مع حد تاني، لكن اوعى تكون قاسي القلب. معلش هي هتتحاسب على الظلم ده لانها عامل فرج. عشان كده اوعى تفرج بين بنتك وابنك، اوعى تفرج بين ولد وبنت. يقول لك اصل ده ولد وبنت، يا عمي مش جسمك، للذكر مثل حظ الانثى، مش جسمه ولا ورثه. هات لي ده زي ما هتجيب لي ده، مش معاك تجيب للاثنين ما تجيبش، ده تجيب لي واحد وتسيب الثاني هتحمض النفوس وهيكرهوا بعض وهيبقى في. فانت خلي بالك الشخص اللي يهتم بيك ويشيلك ده حطه في عينك، لكن عمال تعادي فيه وتحاربه وهو عمال يتمنى لك الرضا رضا. تلاقي برضه واحد متجوز واحده صايله بيته وشايلاه، والله العظيم جاني شكاوي كتير، وشايله البيت وعماله تصرف وعماله تلم عليه وهو ولا حياه لمن تنادي. يعني مره يضربها ومره تاركها ومره سايبها ومره معامله سيئه. ليه؟ ليه نتقي الله في بعض؟ ما نفرقش بين ده وبين ده. ممكن برضه تلاقي العكس، يعني واحد سبحان الله العظيم فارش الارض ورد لمراته، عامل لها سبحان الله موفر لها المال وموفر لها الراحه وعماله تتبطر، مش عاجبها. بس انت مش بتسمعني كلام حلو يا ستي، هو طبعه كده، يكفي ان هو عمال يشتغل، يكفي ان هو موفر لك الراحه، يكفي ان هو لو قلت اي يروح يطلع من تحت الارض يتصرف وما يتحملش في شوكه تمسك. فلازم يا جماعه نحافظ على كل شخص يهتم بينا، شخص بيدور على مصلحتنا. والله العظيم بعد كده لما يموت تبكي بدل الدموع دم. طب مش قلت له ليه؟ مش رحت ليه؟ مش عبرت عن اللي جواك ليه ما دام بتحبه؟ لكن انا ما كنتش عارف قيمته راح. صح؟ صليت على النبي. شارك الفيديو لعل احد يستفيد، ربنا يبارك لك. خلي بالك من اللي يهتم بيك واللي يحبك، لان بعد كده مش هتشوفه تاني. لو انتهت الحياه بيه هترجع تبكي بدل الدموع دم. مش هقول اكتر من كده. صلي على سيدنا النبي والسلام عليكم.